اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى بصولي على جمال الهوت دوج او السوسيس، حاجه كده اللهم بارك اللهم بارك، روعه والنتيجه هايله جدا، معمول في البيت بالنظافه. وحطي تحت كلمه نظافه دي 100 خط. بصوا، حاجة كده يا جماعة في منتهى الجمال، يعني ناكلها واحنا مغمضين عينينا وما نفكرش في اي حاجة خالص. لا معمول في جلد ولا معمول فروم في عظم ولا اي حاجة خالص. بصوا ما شاء الله تبارك الله، احسن مليون مرة من بتاع المصانع. الهوت دوج او السوسيس معمول في البيت بطريقة سهلة جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان النتيجه يا جماعه خطيره خطيره. ينفع طبعا في السندوتشات للمدارس، في العشاء، في الفطار، حاجه كده اللهم بارك اللهم بارك، جميله جدا جدا والله يا جماعه. عايزه اقول لكم ما كنتش متخيله ان النتيجه ولا الطعم يبقى بين الشكل اللي انتوا شايفينه ده، بطريقه سهله جدا جدا. وما شاء الله تبارك الله عملنا كميه. اول حاجه هنا معايا تلات حتت من الصدور بتاعت يعني معايا صدر ونص، تمام. عارفين انتوا اللي هو الصدر بيبقى حتتين كده، انا واخده حته ونص، تمام. اول حاجه طبعا قطعتهم كده ايه، وبعد كده نزلت عليهم. نزلت عليهم بالبهارات بتاعتي بقى، توم باودر، بصل باودر، مرق الدجاج فوريه، ملح، فلفل، معلقه بابريكا، شويه من الجنزبيل. كل البهارات دي معلقه كبيره، تمام. الفلفل الاسمر، ومعايا بيضتين، ومعايا توم صحيح مفروم، ومعايا شطة زي ما انتم شايفين كده، وذرة صغيرة من لون الطعام تديله شكل حلو، تمام. معلقة كبيرة بيكنج باودر، بس المعلقة اللي كنت بعمل دي صغير، تمام. ومعلقتين تلاتة اربعة كده، لا ربع كوباية من الزيت، تمام. ربع كوباية من الزيت، عليها ربع كوباية من النشا. ودي البهارات بتاعتي، كل معلقة من البهارات معلقة كبيرة، تمام. ما عدا الجنزبيل انا حاطه على طرف المعلقه كده، وما عدا كمان لون الطعام حاطه برضو على طرف المعلقه، بس البابريكا انا حاطه معلقه مليانه، تمام. والفلفل الاسمر معلقه مليانه، كل حاجه معلقه مليانه، ما عدا الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. خلاص فرمناه كله على بعضه. شايفين لون الطعام خلاه حلو ازاي؟ لون الطعام صحي يا جماعه. بصوا مسموح فيه بالاكل وكل حاجه، تمام. عشان انا الم العجينه بتاعتي ديت، او الم اللحمه بتاعتي او الفراخ بتاعتي او الهوت دوج، لازم طبعا مسحه زيت او رشه زيت عليه كده. الكميه دي كلها تاخد حوالي ربع كوبايه من الزيت، تمام. بصوا، بطريقه سهله جدا هتصبعيه وهتعمليه، بص الشكل اللي انت عايزاه. بصوا عشان اعرف امسكه كويس عشان بيلزق، لازم طبعا تمسحي ايدك بمسح الزيت، وتاخدي حته على قد ما انت عايزه تعملي، على قد الرفيعه على قد الطويله. ومعايا كيس من بتاع التلاجة اللي هو النايلون ده، انا فاتحاه كده بالعرض وبالطول، وبتني الكيس على بعضه، وبظهر السكينه، وبمسك الكيس من فوق، الطرف اللي فوق، وبشد، وبخلي السكينه هي اللي تحدد لي الشكل اللي انا عايزاه او الحجم اللي انا عايزاه، تمام. بصوا زي ما انتم شايفين كده، عايزه حجم رفيع، عايزه حجم تخين، عايزه حجم وسط، زي ما تحبي، تمام. عايزاه كبير طويل، عايزاه قصير، على قد الساندوتش بتاعك زي ما تحبي برضو. انا هنا عملت الطويل وعملت القصير وعملت التخين وعملت الرفيع، تمام. عملت كذا شكل، هعمل لكم واحده كمان. بصوا لازم ايديك تكون متعصد دهن الزيت بسيطه، والكيس بتاعك اول مسحه بس زيت وخلاص على كده. وزي ما قلت لكم بتني الكيس من النص، وباخد الطرف اللي فوق وبشد بايدي وبظهر السكينه، هتلاقي الشكل معاكي اترسم زي ما انت عايزه، تمام. بصوا انا هنا لو انت عايزاه تخين زي ده، بس انا كنت عايزاه ارفع عشان ما ياخدش معايا سوا كتير، تمام. بصوا، ترفعي تصغري تخني زي ما تحبي. عايزه اقول لك سهل جدا جدا، حتى في تشكيله سهل جدا. بصوا اللون بتاعه ما شاء الله تبارك الله. عملت الكميه بتاعتي كلها خلصتها، تمام. ما شاء الله تبارك الله عمل كميه معايا. وبعد كده حطيتهم في التلاجة لحد ما جهزت الميه المغليه بتاعتي. انا هنا هسويهم على البخار، تمام. مش هسويهم في الميه ولا حاجه، لا على البخار. بحط حله كده، تمام، وفوقيها صينيه مدهونه دهن زيت بسيطه كده، تمام. زي ما انتم شايفين الصينيه ديت تحتها حله فيها ميه بتغلي، تمام. وبرص الهوت دوج بتاعي او السوسيس بتاعي، وبسيبه، بفضل مثلا اقلب كل 10 دقايق، بقلبه على الجنب ده وعلى الجنب ده وعلى الجنب ده وعلى الجنب ده، تمام. من فوق وتحت لتحت فوق، زي ما انتم شايفين ده البخار بتاعي، الميه المغليه بتاعتي، وبغطيه. بصوا انا قلبته على الجنب ده، لا ما قلبتوش لسه، انا لسه هقلبه. بصوا بعد بتحسي ان هو استوى خلاص، لونه بيفتح شويه. يلا نبتدي بقى ان احنا نقلبه زي ما انتم شايفين كده. هقلبه فوق وتحت ومن الجناب ومن كل حته عشان كله ياخد نفس اللون، تمام.
هتقدميه بقى في السندوتشات مع لانشون مع مايونيز، هتاكليه كده مع البيض المقلي، خطير خطير. ممكن تعمليه بيه بيتزا، ممكن تعملي سندوتشات. عايزه اقولك ان الاولاد مبسوطين بيه جدا. عايزه اقولك كمان ان دي اكتر وصفه هتعجب الاولاد، وعايزه اقولك انها يطلبوها منك كل شويه. بصوا، دي الحاجه اللي ممكن تاكليها وانت مطمنه، لان انت عاملاها في البيت، جودتها عامله ازاي، نظافه عامله ازاي، الطعم خطير، الريحه يا جماعه عايزه اقول لكم جباره بجد بجد يا جماعه، والله العظيم ما شاء الله تبارك الله. اللي هيجربه وهيطلع معاه بصوا من اول مره ناجح.